مساء الخير واهلا فيكم ببرنامج بيجمع المرح، الضحك والفن الجميل. اهلا فيكم على مسرح ذا كوميدي نجم الكوميديا. أنا كارلا حداد رح رافقكم ورافق المشتركين على مدى 3 أشهر تقريبا بذا كوميدي نجم الكوميديا يلي يعرض حصريا على قناة الحياة المصرية والMTV اللبنانية. ذا كوميدي بيعرض بهالتوقيت الثابت، يعني نظموا حياتكم على توقيتنا. الليلة وبأولى حلقات الأوديشن بنتعرف على مجموعة من المواهب العربية بمجال التمثيل، التقليد، المونولوج والستاند اب كوميدي. شباب صغار وكبار ومن كل الأعمار، اخترناهم لأنه بكل بساطة متميزين وبيضحكوا موت. وبالحلقة الثانية مجموعة جديدة من المواهب رح تمرق أمام لجنة التحكيم، ومنهم منختار الأفضل لخوض التحديات. وبدءا من السهرة الثالثة بصير العدد ينقص تدريجيا حتى نوصل للحلقة الأخيرة مع 4 مشتركين بس. ما رح طول بالشرح لأنه كلكم متشوقين تتعرفوا على أعضاء لجنة التحكيم. منشوفهم بأول ريبورت بالبرنامج. 3 رح يشكلوا لجنة التحكيم الدائمة بذا كوميدي نجم الكوميديا. 3 رح يكون لهم كلمة الفصل بكل حلقة. ممثل سينمائي هو الأبرز بمصر بآخر 25 سنة، طاقة فنية ما لها مثيل بمجال الكوميديا. محمد هنيدي مثل، غنى، أبدع. من أكثر الحاجات اللي بحبها في حياتي وهي فن الكوميديا بالتحديد. حققت أفلامه أعلى الإيرادات بالعالم العربي ومسلسل التألق مستمر. الكوميديا الحقيقة أصعب، مش معنى ذلك أن دون الكوميديا سهل، لا طبعا أكيد في شغل وكل حاجة، ولكن الكوميديا بتبقى محتاجة حاجات من الشخص نفسه إلى جانب حاجة أساسية لازم ربنا يكون خالقها فيه. أكيد لو لقيت حد دمه خفيف هفرح جدا جدا، والضحك بالتحديد ما فيهوش مجاملة، يعني يا هنضحك يا مش هنضحك. بس الارتجال يعني من أجمل الحاجات اللي أنا بحبها الحقيقة، ولكن على أساس يعني ما اطلعش أنا أرتجل لوحدي في سكة لوحدي أو أخرج بره السياق العام، لا. ممثلة لبنانية لامعة دخلت على التمثيل من باب الغناء وتكرست بسنوات قليلة نجمة أولى على الفضائيات العربية، سيرين عبد النور. اختبرت الكوميديا بفيلمين، اولا سوء تفاهم واستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده يلي هو نجح كثير بمصر. بالنسبه لي لما مثلت مع النجم اكيد محمد هنيدي كان في كاريزما كثير عاليه، هي اللي نجحت الفيلم. لعبت ادوار صعبه مع اهم نجوم الدراما العرب، واسم سيرين وحده بطاقه عبور الى النجاح الاكيد. انا شخص مش من مكان بضحكني، يعني لا اقدر اضحك، بده يكون عن جد موهوب اللي قدامي. ممثل مصر كبير، بل هو تاريخ طويل واسم مشرق بالمسرح والسينما والتلفزيون. حسن حسني. انا الشخصيه تجيني اشيل حسن حسني واروح رميها جوه الشخصيه وتطلع زي ابعاد الشخصيه بتقول. من عشق المسرح الى الانتشار الواسع عبر الشاشه الصغيره الى ادوار انحفرت بذاكره السينما المعاصره، والمشوار الفني مستمر. الكوميديان عشان ينجح لازم يبقى عنده الموهبة، لو عنده خفة الدم وخفة الظل يقوم ينميها كمان بالدراسة بيبقى كوميديان جيد. كل فئات الكوميديا صعبة، وخصوصا اللي الكوميديان لما يواجه الجمهور مباشرة، يا إما الناس تسقف له يا إما الناس ما تسقفلوش وتسيبه وتمشي. احنا محتاجين كوميديا كتير في العالم العربي، صدقوني الكوميديا دي غذاء الروح، غذاء النفس. محمد هنيدي، سيرين عبد النور، حسن حسني، 3 رح يقولوا الكلمة الحلوة،
3 رح يمنحوا المواهب المتميزة جوائز مرور إلى قلوب الملايين. بنصح كل المشتركين يحس اللحظة اللي هو فيها ويستمتع بيها عشان يمتعنا. أنا مأكدة إنه بالعالم العربي في كتير مواهب تقدر تضحك رح نكتشفها بهذا البرنامج. بقول للمسابقين كلهم اطمنوا، خلي عندك ثقة وابقى متمكن من نفسك. رحبوا معي بأعضاء اللجنة النجمة اللبنانية العربية صاحبة الشخصية الرائعة المغنية والممثلة سيرين عبد النور. كبير ممثلي التلفزيون والمسرح والسينما بمصر، الكبير والقدير والخطير صانع النجوم حسن حسني. نجم الكوميديا المصرية والعربية الأكثر جماهيرية محمد هنيدي. أهلا وسهلا بأعضاء لجنة التحكيم الكريمة. محمد هنيدي أهلا وسهلا فيك ببيروت. أهلا بيكي، ميرسي جدا حبيبتي. أنا شخصياً من المعجبين فيك جدا يا جدا. ده شرف ليا. شكرا. محمد كيف كانت رحلتك؟ إن شاء الله جميلة مريحة. جدا جدا الحمد لله، وأهلا بيكي وأهلا ببيروت وشعب بيروت اللي أنا بعشقه. أهلا وسهلا فيك محمد. قبل ما نبلش نستقبل المواهب تباعا على مسرح ذا كوميدي نجم الكوميديا، ايه رأيك بالنجمة الجميلة الجلسة جنبك سيرين عبد النور؟ والله أنا رأيي فيها يعني شهادتي فيها مجروحة، لأن سيرين بالنسبة لي صديقة وأخت وفنانة عظيمة جدا جدا، وللأمانة عملنا مع بعض من أحلى الأفلام اللي اشتغلتها بصراحة، فأنا بتشرف إن أنا موجود معاها ومع أستاذنا حسن حسني. سيرين عبد النور منورة مثل العادة، وجودك دايما إضافة، منورة بلاتو ذا كوميدي نجم ميرسي الكوميديا. كارلا، وانت كمان اكيد منوره بهالابيض كتير حلو. شكرا. سيرين نحن معودين عليك بالمسلسلات والأفلام فيها حب وغرام وعذاب، كيفك أنت بالكوميدي؟ انا كتير منيحه مع الكوميدي، بس ما بعرف ليش ما بقنع كتير الكتاب انه يعطوني الكوميدي، مع انه من اهم الافلام اللي انا عملته مع استاذ محمد هنيدي طبعا كان رمضان مبروك مدري ابو شوع ابو العالمين حموده. مزبوط. فالغريب انه انا شكلي يمكن بيوحي اكثر اني دراماتيكيه ورومانسيه وببكي كتير وبنضرب كتير والى اخره، معنف كتير، بس بالحقيقه انه انا كتير من الاشخاص اللي بحبوا الكوميدي وبحبوا يشوفوا الكوميدي. وبيلبق لك كل شيء سيرين. ميرسي كارلا، ثانك يو. الفنان الكبير حسن حسني، شرف كتير كبير لنا تكون موجود معنا بالبرنامج. اهلا وسهلا فيك بلبنان. ربنا يخليكي ويخلي شعب لبنان كله، احنا بنعشق لبنان. شكرا، ولبنان بيعشقكم. اهلا بيك يا حبيبتي. ما رح اسالك عن افلامك لانه بدنا اكثر من 13 حلقه. من 13 سنه اكثر من 13 سنه. بدنا نسالك، عم بتعيش الكوميدي مع احفادك؟ ايوه، مطلعين عيني. ايوه الله يخلي لك اياهم، ان شاء الله تضل فوق راسهم يا رب. ربنا يخليك. مهمة لجنة التحكيم الليلة التعليق على أداء المشتركين، يلي بيعجبهم أداؤه بيعطوا سمايلي فيس، ويلي ما بيعجبهم بيكبسوا له على زر الساد فيس. 2 سمايلي فيسز بتضمن انتقال المشترك للمرحلة التالية. بريك أول ومننطلق بأولى حلقات الأوديشن من ذا كوميدي نجم الكوميديا. برحب مجددا بكل مشاهدي الحياة المصرية والام تي في اللبنانية يلي انضموا لنا لمتابعة أول حلقة من ذا كوميدي نجم الكوميديا.
الليلة هي حلقة أوديشن لاختيار أهم المواهب يلي رح يتنافسوا على لقب نجم الكوميديا. بجدد الترحيب بأعضاء لجنة التحكيم الناطرين أول بيرفورمانس على أحر من الجمر. مجموعة من المشتركين الليلة رح يطلوا على المسرح بمحطات كوميدية منوعة. أعضاء اللجنة بيسمعوا بيعلقوا، واللي بيعجبهم بيكبسوله على زر سمايلي فيس، واللي ما بيقنعهم إله ساد فيس، يعني بالمصري يا أبيض يا أسود. وبدكم تسألوني شو بيربح الفائز بذا كوميدي؟ قدامه فرصة مهنية مغرية جدا، وهي برنامج على قناة الحياة أو الMTV. وهلأ بنستقبل أول موهبة بالبرنامج، فهل رح تكون من الجنس اللطيف أو الخشن؟ مساء الخير. في دراسة بتقول إن المرأة العربية بتفضل الزواج من أجانب. طبعا الدراسة دي غلط، لأن المرأة العربية والرجل العربي يفضلان الزواج من أجانب. والله ليه؟ تعال نعمل جدول بسرعة كده، مقارنة ما بين المرأة العربية والأجنبية. في فقرة الصحيان مثلا، لو أنا نايم ومراتي أجنبية وهتصحيني، Good morning baby. انت بيبي دي خلاص اديتك باور، رايح شغلك تهد جبل، ما عندكش مشكله. بعد بيبي دي اتفرج بقى الناحيه التانيه، عايز تجيب فخده لحمه تحطها تكتم نفسها خالص. وانا لا، ولما تعوز تدلعك بقى تشرب شاي مع اشرب شاي بالسم الهاري على وشك، ما تجيبش شيشه معسل احسن جنب السرير. في ايه؟ لا، وكل ده كوم بقى. ورحت الشغل ورجعت، الاجنبيه اول ما تشوفك راجع هتصوت، بيبي اي ميس يو، بص، واحضان تنسيك هم اليوم كله. بس ليه الامانه ان المراه العربيه اول ما تشوفك برضو هتصوت، اقلع الجزمه انا لسه ماسحه، انا بقول لك اهو. حاجه غريبه جدا. ايه ده يا مينا؟ ايه ده يا مينا؟ شكرا مينا نادر، ده انت عامله ندره. شكرا. اختصاصك ايه مينا؟ انا اصلا خريج هندسه، هندسه كهرباء، بس بحب الستاند اب كوميدي والتمثيل اكتر يعني. يعني اذا حلفك الحظ وكملت معنا رح تشرقط الجو بكل حلقه ان شاء الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله. بدك نسمع تعليقات اللجنه؟ ده لازم. يلا بنبدا مع محمد هنيدي. جميل يا مينا، الف شكر يا ريس. جميل والله، لذيذ وخيالك جميل وادائك حلو. الف شكر يا ريس. يعني انا من اول ما دخل يعني شكله كمان خلاني ابتسمت، كاركتر دمه خفيف وقبوله جميل، وبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. الف شكر يا ريس. شكرا محمد. سيرين، شو رايك باداء مينا؟ مينا، أنا ضد اللي أنت قلته، مع إنه كتير مهضوم. لا، المرأة العربية كمان يعني بتتغزل بالراجل بجوزها. كل الأنوثة قدامك. طبعا ما ده يعني حقيقة علمية طبعا. بس أكيد باللي أنت قلته كمان في وجهة نظر تانية على بعض الستات اللي هن بطريقة كوميدية فعلا مثل ما أنت أديت، كتير كنت مهضوم. إن شاء الله هيك إذا رجعنا وبقيت معنا تبقى تعملنا أشياء أكتر بتضحك أكتر بمواضيع أكتر. إن شاء الله. شكرا سيرين. أستاذ حسن، شو رأيك؟ والله يا مينا دمك زي العسل، وحياة ربنا يا الله يخليك يا استاذنا. الف شكر، الف شكر لحضرتك. يعني فعلا زي ما قال محمد هنيدي، من طلتك يعني مريح وعندك خفة دم وخفة ظل، وانا سعيد بيك. الف شكر، الف شكر. واتمنى انك تكمل معنا. يعني يا مينا مثل ما سمعت آراء لجنة التحكيم كانت كلهم أجمعوا على خفة دمك. الحمد لله. تنشوف هلا سمايلي فيس أو ساد فيس. محمد هنيدي، انت دمك خفيف زي ما قلت وعندك قبول وكل حاجه، بس محتاج يعني تخرج بره، يعني بره السكه دي. يعني اكيد انا واثق لو كتب لك مشهد ممكن هتقدم حاجات حلوه، واضح انه جواك حاجات جميله لسه يعني، وعلى اساسه سامحني يعني. سمايلي فيس من محمد هنيدي. شكرا محمد. سيرين، مينا، نحن كلنا بنقدر انه انت اول ظهور لك على المسرح، واكيد كتير متوتر، وهذا الشيء نحن بنفهمه. بغض النظر انه انت كان موضوعك مهضوم وبضحك، بحال لما تكون مرتاح اكثر، مشان هيك انا حبيت اعطيك فرصه ثانيه. شكرا.
تو سمايلي فيسز من محمد وسيرين ضمنت انتقالك للمرحلة التالية، وإنما أكيد أستاذ حسن نحن حابين كمان نشوف أي وجه رح تعطي لمينا. انت جميل يا مينا، مع شويه تدريبات وصنعه في الافيه هتبقى كويس قوي. خد 3 سمايلي فيسز لمينا نادر. مبروك مينا، واكيد رح تقوي حالك بالبرفورمنس التالية. امتحان الاول اجتازوا مينا بنجاح، ورح نشوفه بالمرحله التالية. وهلا بننتقل سريعا الى المشترك الثاني. بونسوار. كثير صعب الواحد يطول دقنه او الوحده تطول دقنها كرمال المساواة. صرت مجبور اتحمم، بس اوقات ما نحن بلبنان بخافوا من الدقن وبخافوا من الشكل البشع. شو بدي روح انا هدي بمشكل وفوت بمشكل وكل يوم بيجيني 10 بيقولوا لي يا زلمه ليش عامل داعش؟ ليش عامل داعش؟ بحسسوك انه قبل داعش ما كان في دقن، كان بس يطلع شعر تحت الباط. حتى اهل رفقاتي بخافوا مني، كل ما اروح لعندهم على البيت وفل بصيروا يقولوا لاولادهم يا ماما انتبه هيدا بجرك، يا ماما انتبه هيدا بجرك. يا عمي شو بدي جره؟ انا ايام اجري مش قادر جرك، شو بقى بدي جر بابنك؟ هالترين. بعدين الدقن تقسم لكم الحياه العاطفيه لقسمان، يعني انا شاب ما بقدر لاقي الا نوعين بنات، يا اما وحده مهروقه وغاشيه بدقني، واو دقنك شو حلوه، واو بتصير تطلع لي وين ما كان، بتظهر لي برميل زباله على الدرج ما بعرف وين، او اما وحده شايفه بحالها. هيديك بتقلي انا ما بتخيل حالي مع واحد دقنه هالقد طويله كل حياتي. كيف لحقتي تتخيلي كل حياتك وانا دقيقتين لقدام مش قادر اتخيلك؟ بعدين انا طولت دقني لان زلمه بستحي كرمال اتخبى، بس ما عاد حدا ما انتبه لي. زقفة كتير كبيرة لسيرجيو كوليانا. زقفة كتير كبيرة لإله ولدقنه، اثنين هن جايين سوا. سي ايطاليانو؟ سي سي سيرجيو، بدنا نسمع على السريع تعليقات لجنة التحكيم وبنبدأ مع سيرين. سيرجيو، الموضوع كله على بعضه أنا بالنسبة لإلي ما كتير لفتني وما كتير حسيته بضحك، بالعكس في كم شغلة هيك حسيتها شوي مقرفة. شكرا سيرين. محمد. اللي تقدم هو يعني في خفة دم بصرف النظر عن الموضوع اللي بنتكلم فيه، بس هو من جواه دمه خفيف الحقيقة. أكيد رح ناخد بعين الاعتبار إنه هيدا مرورهم الأول بالضبط، ولكن هيدا رأيكم عم نسمعه. رح نسمع رأي أستاذ حسن. حبيبي مش عارف، انا ما حسيتش بيك، ما تزعلش مني، انا اسف. سيرجيو، سمعنا آراء لجنة التحكيم، خلينا نشوف شو رح يعطوك، أي وجوه، السمايلي أو الساد. سيرين بنبلش معك. سيرجيو ما تكرهني، بس يمكن النو تبعي بتخليك انك تفكر بموضوع تاني مرة بحاجات قدمت لأي برنامج تاني بضحك أكتر. ساد فيس من سيرين. محمد هنيدي. يعني هيبقى فرصة تانية إن شاء الله، إن شاء الله. 2 ساد فيسز لإلك سيرجيو. أكيد أستاذ حسن بنحب نشوف كمان الوجه يلي رح تعطيه مع لسيرجيو. احترامي لبسمتك الجميلة، انت بسمتك جميلة والله، اكيد بتشوف نفسك وانت واقف قدام مراية وبتبتسم تروح بايس نفسك، صح؟ معلش انا اسف. 3 ساد فيسز سيرجيو، ما عليك. تشرفنا تعرفنا عليك وان شاء الله يكون عندك حظ اكبر بمجالات اخرى او أكيد. ببرامج اخرى كمان، برامج كوميديه اخرى. شكرا لك سيرجيو كوليان. شكرا. وايضا مشترك ثالث على اعصابه بنستقبله سوا.
النهارده خدت اصدقائي الفنانين وجيت علشان الاوديشن، وفجاه لقيت سناء جميل. لا مش معقولة أبدا، لا الحقني يا كرومبو، في حد أخذ الحبيشي بتاعي وأنا واقفة في الكواليس مش عارفة. وقلت لازم اعرف مين اللي اخذ الحميشي بتاع سناء جميل، واول واحد شكيت فيه حزلقوم. يا عم لا إله إلا الله، لا ما هي اللي بتضيع أشياء. استنى يا حزلقوم، استنى نسال محمد. ايوه ده راجل انا شاكك في اللمبي كان جاي عن بالي. انا لمب كده بقى. استنى هذا كده عم ده بشكر الاستاذ البني ادم اللي كان بيدس عليا، عمال يقول لك شكلك احب اعلق عن حاجتين بس من اللي هو قالهم. طالما هو شايف ان الحميشي يا رب انت عارف بقى. استنى لمب بقى، انا هسال حد تاني من ايه ده؟ عبد الله مشرف، عايزك تعرف لي كده اخر مره شفت فيها سناء جميل. أنا آخر مرة شفتها فيها بس أنا كنت عند حاجة غريبة غير إني خدت بالي. طب استنى بقى، انا هسال حد تاني. كمال الشناوي، انت كنت قاعد في الكواليس. انا ما اعرفش حاجه. انا كنت قاعد عمال اذاكر البحر بتاعي، بعدين لقيت وخيت سيف كان قاعد كده. ايه ده؟ وانا وعد الله ما شفت حاجه ايه ده؟ لا بقول لك استنى بقى، استنى علشان انا هسال حد تاني. ده قطاطه، تعال. تعرفي ايه عن وانا اعرف يا حضرة الظابط، وانا اعرف انا كنت قاعده في قلب الكواليس مستنيه اخش في قلب ماشي يا حبيبي. قلت اسال حد تاني بالفنانين. بصوا، اشرف عبد الباقي قال لي انه جاي هو ورمزي، فانا عايز اساله كده. يا ابني انت غبي يا رمزي، يا دي اللي معاك ده يا نولا والله ما هتكشفنا يا نولا، مش عارف ده. انا عرفت مين اللي اخذ الحميشي بتاع سناء جميل. لو انتوا كمان عرفتوا اتصلوا بيا على 0 خيارتين التاني. أحمد عبد العال. أحمد، أهلا وسهلا فيك يا أحمد بذا كوميدي، نجم الكوميديا. أنا بعرف إنه صوتك حلو، بتحب الغنى كتير، بتحب تغني. بقلد 26 ممثل و9 مطربين. أف، مين بدك تغني لنا؟ لمين؟ أي مطرب بحب تختار؟ محمد فؤاد قوي، فعايز اغني له اي حاجه يعني. ممكن يا اغني حاجه يا كل واحد مننا ليه ماضي ليه ذكرى، قلبك نسي ولا نسي أكيد عينيك فاكرة. هبعد واسيبك للزمن والدنيا والبكرة، ولو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة وانت تلاقي الحقيقة. لو شكرا لك، شكرا محمد. شفتك مبسوط هنيدي ومتاخد بالاجواء. لا مبسوط جدا صراحه، مبسوط جدا جدا. يعني انا هصوت لك الاول، بعد كده نتكلم مع بعض. بجد وجه مبتسم جدا جدا. لا هو يعني هو طبعا هو ما مثلش، يعني انت ما مثلش حماده، بس انت قلدت بعض الشخصيات بدرجه اتقان عاليه جدا جدا، تؤهلك ان انت لو لعبت اي كاركتر في اي فيلم كوميدي هتبقى ناجح جدا للامانه. مبروك يا معلم. شكرا لك هنيدي. سيرين، شو رايك؟ التمثيل عال والغنى عال العال. طبعا. بدي احييك وبدي اقول لك انه فعلا ضحكتنا وكثير مهضوم وعندك صوت. يعني انت شي مره مثلا عملت دوبلاج او قدمت صح؟ عملت الدوبلاج بتاع المفتش كرومبو، فويس اوفر. ايه واضح هذا الشيء طبعا. انا بس بدي اقول لك انه كثير مبسوطه فيك وبتجنن كنت، وفعلا ضحكتنا من قلبنا، وانا بالنسبه لإلي اكيد يس. تو سمايلي فيسز بتضمن انتقالك. استاذ حسن اكيد بهمه يسمع رايك. والله يا محمد انت جميل في كل الشخصيات اللي قدمتها، ربنا يكرمك يا ريس. وحياة ربنا. وانا يعني اهو خد
اتفضل بالسلامه حبيبي. 3 سمايلي برافو فيسز، ألف مبروك انتقالك للمرحلة المقبلة. شكرا لك، حضر حالك كتير منيح. رابع المشتركين صار حاضر وناطر، إشارة للدخول على المسرح. لكن خلينا بالأول نشوف ريبورت عن المواهب اللي ما كان إلها حظ تكون معنا، لكن نحن كان إلنا حظ نتعرف عليها. فإلى أجواء الكاستينج. أول امتحان بذا كوميدي نجم الكوميديا هو الكاستينج. قم يا عنوان اللي حصل معايا. يلا والنبي. هون تقديم البرنامج كوميدي ولا انا ماني عارفين شو جاي اعمل هون يعني. انا بس مرتبك شويه. وما مثلش ليه؟ هم اللي مثلوا احسن مني. كتار كانوا مراهنين على هالفرصة الذهبية. أول مرة بحطوا هيك برنامج، بدايه جديده لفن الكوميديا في مصر. بين اللي تقدموا في أشخاص كان عندهم موهبة وفي أشخاص عندهم شيء مختلف. انا كده في التلفزيون. بس هالشي مش هيضحك. انا اسمي احمد عبد الحكم 33 سنه وعصبي. يا بنتي المادة الله يخرب بيت شكلك. ثواني تمام. عن شو بدنا نحكي نحن؟ عن شو جاي احكي؟ انا الوحيد اللي قفشت ابوي. كنا جايين لهون نقدم كوميديا على برنامج الكوميدي، لكن صدفتنا مشكلة بسيطة، وهي إنه بعض اللي شرفونا ما كانوا عارفين على شو مقدمين. اطلع برا. مش برنامج غنائي هون؟ طلع صوتي هلا مزبوط ايه؟ اكتر حاجه بحبها فيكي هو دي. هو دي. وإن زقفتوا كتير كتير بتكونوا بتحبونا. على جسمها ترسم تاتو في كل مبالي تتصور. من مواهب الفئة الغنائية الطربية ننتقل لفئة التقليد. بدي أقلد جور وسوف، إيهاب توفيق. أنا فنانة استقلالية، بحب الديمقراطية. اعزائي المشاهدين في كل مكان، اعزائي المشاهدين في كل بيت. في غير اصاله سميرة سعيد. اعوذ بالله حبك على من الأمور اللافتة جدا بهالكاستينج حضور الأولاد وحماستهم للمشاركة. يا صحبي صحباتي في بلش. أهلا بكم في برنامجنا العالمي مليان حياة. لا اللي بدي أعلمك على طريقة الدوسير. أكيد بتعرفي تقشري سمك مدام، منك هبلة مدام. تن 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 تو. البنت دي هبلة ولا إيه؟ عم امزح، ما بيقولوش مزحة. شفتوا محطات سريعة وطريفة. هاي أهلا. طب ليه معصب؟ شايفني معصب وليه؟ شو حياتي منيحة؟ شو منيحة خيي؟ مش شايفنا رجال قدامك؟ كل هالأنوثة بتقلي الشباب. لكن المواهب الحقيقية ما كانت طبيعي هون معنا على مسرح ذا كوميدي نجم الكوميديا. هنا بقى البطل ينط من الشباك. الحرب قاتل ومقتول. يسعد مسائك يا مدام، معك الشيف أنطوان من تلفزيون لبنان. اليوم رح نعلمك كيف تعملي الدجاجة المحمرة. الدجاجة المحمرة بتحتوي على ما يراه بعضا من الحمرة الأحمر، تدهنيها فيه خصوصا على شفافه، هيك بتصير محمرة طيبة. ألو معنا اتصال، مين معي؟ ولدني. ألو مين معي؟ اللي ما تعرفني لدني أنا الجنرال. نعم جنرال، شو المقادير اللي بتحب تعرفها جنرال؟ ولدني باكيك من المعراب، بدي أعمل جاتو شوكولا لسمير شاشة. نعم جنرال، جاتو وشوكولا. الجاتو وشوكولا بتحتوي على ما يرى. لا تقل ولا قال لك لدني وسكروه خف بوشه اللي نونو النبر دول لدني ولتوت. وترني. رح ناخد فاصل اعلاني ونرجع لكم. 1 2 3 خلصوا سندويشاتي، اكلوا لي اياهم رفقاتي، امتى البطن بيصباطي، شممتوا ريحة طاحة ضباطي، وهيك غمية ورفقاتي جيتت هيك وجيتت هيك، ما استرجوا يقربوا الاولاد، وما حدا منكم يفكر يقرب ع سندويشاتي. والان عرض تشجيعي، معك الباكيه بيطلع لكم شريط ببلاش، تتربطوا ايدين ولادكم فيهم، تعنبروا على الاثنين ما يمدوا يداولوا على سندويشات غيرهم. شكرا. أهلا بشربولة.
شربوله كيفك؟ ايش الحال؟ قد ايه عمرك؟ 14 سنة. يعني ما بك شي بالسياسة، بتدرس كيف؟ الله بيدبر. الله بيدبر؟ ان شاء الله الله يدبر الليله مع لجنه التحكيم. رح ابدا معك سيرين، شو رايك ببرفورمانس شربل؟ شربل رح احط لك الفيس يلي انا نقيته، وما رح اقول لك شيء لإلك، رح اطلب واتمنى من هنيدي وحسن حسني كمان يحطوا لك سمايلي فيس لانك ضحكتنا من قلبنا عن جد. يا حقيقي ما في اهضم منك. مزبوط هالشي. استاذ حسن بتوافق سيرين باللي قالته؟ جدا. شربل انا معجب بيك قوي، حركتك فيها كوميديا، ادائك فيه كوميديا، وشك فيه كوميديا، كلك كوميديا على كوميديا، وانا بعت لك الوجه ده عشان يبوسك. شو بدك احلى من هيك يا شربل؟ محمد هنيدي هو ضمن انتقاله للمرحلة الثانية بس طبعاً. ناطرة حلوة كمان هيك. عينيا يعني. لا شربل جميل ودمه خفيف جدا الحقيقه، ونقل من يعني من شخصيه لشخصيه ببراعه، وزي ما قال الاستاذ حسن وشه فعلا دمه خفيف، هو كله على بعض دمه خفيف، وممكن يبقى ممثل كوميدي شاطر ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل يا شربل. شو بدك احلى من هيك يا شربل؟ مبروك مبروك، يلا بنشوفك بالبرايم الثالث. باي شربل. بعد البريك مجموعة جديدة من المشتركين بالحلقة الأولى من ذا كوميدي نجم الكوميديا، فمين رح يجتاز الامتحان الأول بأول حلقة أوديشن ومين رح يكون خارج دائرة المنافسة؟ لحظات للإعلان وراجعين. وما حني وما حني، شو نقولوا شو ندني 20 سنه وناف حمام نساء، تعبت برشا. اسكتي اسكتي، هام جو ستارات جو الفنانات. حمودة تعال شوفني وانا بستحمى يا حمودة، بتكسف. حمام الهناء يا اما ايه اللي جابهم دول يستحموا معانا يما؟ وانتي ايوه انتي يا قرشانه، يا كناسه يا منداسه يا جهله بلا دراسه، انتي سرقتي مني ضحكتي يا هايفه وجايه تستحمي معايا. وشوبه هايفه انا هايفوفه. انتي كتير مهضومه، انا بحبك شريهان بس بدك حمام. ليك الوسخ ليك، بديلي فمي بعد شوي. خلص اتس اوكي، فيكم تروقوا انولعوا. انا مجبوره اتحملكم بالاعلام بس مش مجبوره اتحملكم بالحمام. اتس اوكي ولعوا. شو على جبني اجى حمام تونسي، كان لازم اتدوش بالبيت. بدي دوش، جيب لي صابون مع مي السخنه بيكون حمامي احلى اليوم. يلي لك شي كلمه يا نجوى؟ ولك الله 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 بتسم الله يغسل عين عنكم بالميك اب حتى بالحمام. يخرب بيتكم شو حبيتكم، خلوني اتنظف واتشطف لليوم. حممني ما عاد فيي، حممني حط لي شامبو مي، حممني بدي انجف شوي لو مش 100%. حممني شو يا أصالة بالعادة بدي تقرقركتي، ليه ساكتة اليوم؟ يا قلبي والله مشغولة، هيك منه أول يوم بتحمم وحياة البابا أول يوم بتحمم. تصور بتحمم ولا كنت أتحمم، وتليف وتنظف ولا أنا بتحمم. تصور بتحمم. عطوني البشكير. نعيما سماح، نعيما يا سماح سنكري. بوبا ميرسي. سماح نصها لبناني ونصها تونسي، اي النص اللبناني واي النص التونسي سماح؟ بيي تونسي امي بيي لبناني وامي تونسيه. اوكي كثير منيح. واعصابك كيف هلا؟ متوقع شي سطل مي من اعضاء لجنه التحكيم؟ لا. رح نبدا مع سيرين. شو رايك يا سيرين باداء سماح؟ سماح بدي اقول لك انه كثير مهضومه،
كتير ضحكتيني، بعتقد المشاهدين لاحظوا هيدا الشيء. ما توقعت ابدا هيك شكلك، ما ببين انك رح تقلدي، فكرت بدك تعملي شيء سين كوميدي لوحدك، بس الحقيقه انا كتير حبيت. ما بعرف اذا هنيدي حب. شو يا هنيدي؟ حبيت اكيد طبعا، يعيشك برشا 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 لا يا سماح طبعا دمها خفيف وقبولها قوي جدا وجميله، بس الموهبه اللي عملت الشغل اللي قدامنا دوت لما يتكتب لها شغل هتبقى ممثله كوميديه شاطره ان شاء الله. برافو عليك. سماح ايه سيرين، مين كتب لك؟ انت كتبت النص تبعك يعني؟ انت محضره السكتش تبعك كله مع بعضه يعني؟ هو تمثيل وتقليد واغاني. اوكي. استاذ حسن شو رايك بموهبه سماح؟ والله مهضومه كتير كمان. ما شاء الله عليكي. ميرسي. يعني مهضومه لانه عندها شرش مصري. عندها استاذ حسن، سماح مهضومه لانه عندها جذور مصريه كمان يعني، ماما بس هي دمها خفيف وضحكتنا واحنا بنتفرج عليها. انا شخصيا كنت مستريح لها قوي وسعيد بيها ومبسوط، فمية مية هيجي منها يعني. شوية شكرا استاذ حسن. اعضاء لجنه التحكيم يعني كانوا ايجابيين كتير وحبوا ادائك. بدنا نشوف الوجوه. سيرين تفضلي. طبعا سمايلي فيس. سمايلي فيس. هنيدي طبعا يعني رايي واللي انا قلته ملوش علاقه بان انا هديكي ايه. اكيد. فعادي صح؟ شو هالسسبنس هيدا يا هنيدي؟ حلو. تو سمايلي فيسز بيضمنوا انتقالك للمرحله التاليه، وانما استاذ حسن اكيد بدنا نشوف الوجه يلي بدك تعطيه لسماح. الف مبروك يا سماح، ضمنتي انتقالك للمرحله الثانيه يعني بالبرايم الثالث. شكرا لك سماح، شكرا لك. وقبل ما نكون مع مشترك جديد منشوف كيف كانت التمارين قبل حلقة الأوديشن الأولى. بعد الكاستينج اللي تقدم عليه المئات، تم اختيار المواهب اللي رح تطل على الشاشة وعلى مسرح بكوميدي نجم الكوميديا بحلقات الأوديشنز. بدأت التمارين المكثفة وبدأ الجد. مش 3 أيام عم بتمرن عفرت صاحبي مع انه وقف. سوف نقدم لكم اليوم مشروع. لازم على طول انت تتمرن كتير في اي مكان، بتمرن في اي مكان. ما لحقتش اتمرن انا كويس، في خوف في توتر. التمارين المتواصلة لساعات طويلة ظهر نتائجها على المشتركين: تعب، ارهاق، وحاجة ماسة للنوم الطويل. خلاص اصحى يا راجل اصحى. المشتركين بسبق مع الوقت، التوتر عم يزيد. الكوميديا مش سهلة، الكوميديا صعبة جدا. المسرح شكله يخوف، مرعب. هو الخوف من الفشل النجاح. كنت حابب اقدم فكره. اول شيء هيك كانت مثل انه خلص مش عم يمشي الحال، فينا نعملها بعدين عن جد. ما شو مبرر. كل واحد عنده مجموعة أفكار مسرحية، واعتماد الفكرة النهائية هي القرار الأصعب. أكيد محتاج شوية وقت يعني. دلوقتي أقعد مع نفسي شوية أظبط شوية حاجات. مش عارفة حالي مين، وبعد مش عارفة حالي إذا بروح على ستاند اب كوميدي ولا على التقليد. ضايعة بحالي، ما عارفة حالي شيء. ممكن كتير أنسى على المسرح، فأكيد بدي أرتجل شيء لأنه ما فيك توقف. التجال بعتبره الأب الروحي لأي ممثل، وهو اللي بيسعفه لما بينسى على الستيج. الفكرة مش كتير واضحة براسي. الموضوع ضخم فعلا، الموضوع كبير. أصعب شيء العالم ما يضحكوا لك، يخاف مثلا تنسى شي نص، تنسى شي كلمة. مساء الخير. انه قتليني هم موترة هيك خيفاني مش عارفة بعد. صعب جدا طبعا انك تقدر تضحك حد في دقيقة ونص. كثير صعبة تقدر تلاقي المواضيع تحكي فيها اللي بعد ما حدا حكي فيها او بعد ما حدا نكتها. برات التصوير يعني في شيء خابص ببعض وما بعرف شيء من شيء، ما بعرف حالي من شيء. 3 2 1 اكشن. وكان لافت جدا بالحلقة الأولى مشاركة موهبة صغيرة بالعمر وكبيرة بحضورها وموهبتها. وأنا عندي 2 سنين ونص كنت بغني وبمثل، فتعودت أقف على المسرح فعادي ما اتكسفش. الحماس، التوتر، الخوف هن القاسم المشترك قبل ساعة الاستحقاق. حضر حاجة إن شاء الله هتعجب اللجنة. من شوي كنت عم اتخيل الست والجوري قلبي عم بطبطب. هل يا ترى اللي انا هقدمه هيتشاف
بالفكر اللي انا شايفه ده هيوصل للتارجت سيجمنت اللي قاعده دي، الحبكه اللي صعبه على اي حد في الدنيا. انا اتوقع في دي يعني سيبها على ربنا، يعني ممكن 50% و50%، يعني برضه لغايه دلوقتي انا مش متاكد هعدي ولا مش هعدي. التوقعات كتيرة والمطلوب واحد، على المشتركين ينتزعوا بأدائهم ضحكة الجمهور واللجنة، والضحكة بطاقة التأهل للمنافسة على لقب نجم الكوميديا. امبابة 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 رمسيس يا هانم، امبابة رمسيس يا أستاذ، امبابة عسل انت عسل، امبابة رمسيس يلا اركبوا ورانا شغل ورانا أكل عيش. مفيش حد عايز يركب، خلاص نغير المحطة. مؤسسة 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 سسة مؤسسة يا هانم، مؤسسة يا أستاذ، مؤسسة عسل. 4 ورا يا مدام، استعان عشاء بالله. يا دي النيلة العجلة نايمة وظهري واجعني. انت يا أستاذ تعرف تعملي كاوتش؟ عناية. هو ما بيردش ليه ده؟ عناية يا روحي. انت يا شبح، شبح؟ انت يا برنس. الله. طب انت يا وحش، عنك برديه. ايه ده؟ ايه اللي مكتوب على الحيطة ده؟ مطلوب مواهب فنية في ذا كوميدي. العب يا زهر. انا بقى فريده سواقة الميكروباص وشفتوني وانا بمثل، عايزيني ارجع الموقف تاني واقف واقول مؤسسه سسه ولا هتنجحوني وابقى نجمه؟ هايله يا فريده، بنتي هايله. فريده ده انت اسم على مسمى. انت تعرفي انا عندي بنت عمرها 6 سنين واسنانها مفرماها زيك. فريدة رأفت. فريدة أول مرة بتطلعي على المسرح؟ لا. عندك كتير خبرة، تاريخ طويل اسم الله. قد ايه عمرك؟ 8 سنين. 8 سنين، العمر كله يا رب. شو رأيك نسمع تعليقات لجنة التحكيم؟ يلا بنبدأ مع الفنان محمد هنيدي. ازيك يا فريدة؟ الحمد لله. حبيبتي يا فريدة، أنا هحبك عشان أنا بنتي اسمها فريدة. بس أنا عايز أقول لك على حاجة حبيبتي، أنت دمك خفيف طبعا وظريفة وأمورة، وإن شاء الله ربنا يوفقك الأول في المدرسة وبعد كده إن شاء الله في التمثيل. شكرا محمد هنيدي. إن شاء الله يا حبيبتي. سيرين، عجبتك جرأة فريدة؟ أنا بالنسبة لي هيدي موهبة واكيد انه انا بشجعها، واكيد اذا ما شجعتها بانها تكون اليوم عم تكتب وعم تمثل وبهالقوه بهالجرأه، يعني امتى بدنا نشجعها؟ بالحقيقه انا كثير حبيت. شكرا سيرين. استاذ حسن، شو رايك بادائها لفريده؟ ببوسك يا بنتي يا حبيبتي، والله ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي. يعني انا حبيت ادائك قوي ودمك خفيف قوي وهيجي منك قوي وهنكتسب نجمه كبيره قوي. أنا بس بدي أضيف شغلة كمان كارلا، إنه أستاذ محمد هنيدي جرب إنه ياخد ويعطي معها، هي ضلت مركزة على نصها، يعني ما اتاخدت ولا إنه كطفلة ممكن يكون مثلا طلعها برا حوارها، ضلت مركزة على حوارها وكأنه ما حدا حكاها. أيوة. وهذا شيء هي شطورة، هي شطورة الحقيقة. بس هتوعديني لما تيجي تكتبي كلام بعد كده هيبقى غير، بلاش البتاعه ديت وبلاش، انت فهمان يا دودو صح؟ برافو يا حبيبتي، برافو عليك. تنشوف اذا رح تعطوها فرصه انه تنتقل معنا للمرحله التاليه. ايوه استاذ حسن، شو بتعطيها؟ اي وجه؟ مبتسم او حزين؟ مبتسم جدا كمان، مبتسم جدا. محمد هنيدي. سمايلي فيسز فريده. أنا ما رح كارلا. تفضلي سيرين. كثير محمسة. 3 سمايلي فيسز من أعضاء لجنة التحكيم لفريدة، وأكيد بنشوفها بالمرحلة التالية. شكرا أكيد لأعضاء اللجنة، وبننتقل لموهبة جديدة. قريت مقولة بتقول إن اللي بيربي كلب لفترة طويلة الكلب ده شوية بياخد شكل من صاحبه شوية. علشان كده أنا تخيلت وهنتخيل مع بعض إن الفنانين بتوع زمان مربيين كلاب لدرجة إن الكلب بقى يهوهو بطريقة ولهجة الفنان صاحبه.
هم كلهم معزومين عند توفيق الدين في البيت، وده كان توفيق الدين عنده كلب مدملك كده حلو كده صغير، جايب عظم بقى لاصحابه الكلاب اللي جايين له النهارده وبيرحب بيهم. فبص لهم كلب توفيق الدين وهو بيرحب بيهم قعد يقول لهم هاو بابا يا هاو. كلب كمال الشناوي كلب هادي جدا كده شويه، ما عجبوش شكل العظم، بص له كده وقعد يقول له فكان في كلب لولو كده رقيق شويه، ضرسه اتكسر من كتر اكل العظم، وده كان كلب هيفاء وهبي. بص لهم كده وهو يا عيني متعور قال لهم فكان في كلب مبسوط جدا ان هو قاعد ياكل عظم وما صدق شاف عظم، وده كان كلب حسن فايق، قعد يهوى وكلب حسن فايق من الفرح قعد يقول لهم راح معدي كلب شرس جدا، كان كلب سهران شويه، كلب عادل ادهم عايز ياخد كل العظم لوحده، بص لهم كده وقعد يقول لهم فكان في كلب بقى بولدوج كده كبير مقامه عالي، كلب يوسف وهبي، بص لهم كلهم قعد يقول لهم يا للهو. ففي الاخر كلب توفيق الدين قرر ان هو يكرش كل الكلاب دي ويطرعهم بره. شكرا على الهبهبه يا وليد. ايه الهبهبه دي كلها؟ تفضل. وليد مصطفى مرتاح؟ الحمد لله تمام. كنت عم تشوف لجنة التحكيم إذا مبسوطة بأدائك؟ خلينا نسمع ونطمن بالنا. أستاذ حسن، نعم، شو رأيك بأداء وليد؟ هو هوهو كويس بس ما ضحكنيش في الهوهو الحقيقة، يعني مش عارف. سيرين، وليد رح أطلب منك طلب وعلى أساسه أنا بقول انتبه. اوكي. لو الكلب لهينادي كيف بيعمل هو هو؟ برافو عليك. برافو عليك. اهو كده انت عجبتني تصدق. بالظبط. شفت ازاي يا وليد؟ على فكرة أنا خايف عربية الكلاب تيجي تاخدني أصلا يعني. لا يا حبيبي بعد الشر. طب على هالأساس ولا على أساس الأداء يلي قديه على المسرح شو بتعطوا أستاذ حسن؟ أي وجه؟ مبتسم أو الوجه اللي ما يتسماش؟ معلش يا وليد اعذرني أنا آسف. أول ساد فيس من أستاذ حسن. هنيدي. سيرين فيني انا قبل هنيدي؟ تفضلي سيرين. ايه فينا نرفض لك طلب؟ ما فينا. انا لانك عن جد ضحكتني ولقيتك كثير مهضوم وعندك سرعه البديهه رح احط يس. وليد انتبه، وجه مبتسم ووجه حزين. هنيدي انت رح تحسم الموضوع. او بيكمل معنا او بنقول له باي باي. هو لا 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 بيكمل معانا ان شاء الله. 2 سمايلي فيسز لوليد. الف مبروك الف مبروك، وبنشوفك بالبرايم الثالث وليد مصطفى. وهلا بننتقل لمشترك جديد من اي بلد عربي جاي. لحظات وبتعرفوا. شايفين هالجمال اللي قدامكم؟ هاد جمال طبيعي 100% من غير لا مكياج ولا عمليات تجميل. هلا الصراحة عامل عملية تجميل بسيطة بس انه جميع الحقوق محفوظة. جمعتكم هون الليلة لانه في مشكلة بلبنان بدنا نلاقي لها حل. انه معقولة بتوصل نسبة العنوسة عند النسوان 85%؟ ولو وين الرجال؟ ما انا هون وعندي الحل، وهو هالدفتر. منقول له بسوريا دفتر العائلة، والحلو بهالدفتر انه اول صفحة هي صفحة الزوج،
وبس تكفي بالصفحات بتلاقي الزوجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. في أحلى من هيك حل؟ وبالنسبة للأولاد معك تبز لل20. شو بدك أحلى من هيك؟ بس يا جماعة بدي إياكم تساعدوني إني أعبي هالدفتر هون، لأنه أنا بموضوع النسوان خص نص جحش. لا بعرف شك عصبية ولا بعرف خلي صبية تشك علي، مع إني شاب كتير لقطة وقبضاي وغنوج وذكي، صحيح من حمص بس ذكي. وممثل وكتير شاطر. ما رح تصدقوني، بضميرك في أجمل من هيك شخصية واقفة قدامك؟ لا 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 لا، ما تجاوبي. بعرف إنه سؤال محرج، رح غير ثيابي وارجع اسمع الجواب. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك ايمن حموي. انت من حما؟ من حمص. اهلا فيك، يا اهلا فيك واهلا بكل اهالينا بسوريا. استاذ حسن لا تفضل. بعد اذنك قول لنا نكته على واحد حمصي. اوكي. هقول لك نكته على الحماصنة. اقول مرة عملوا بحمص حظر تجول، فقاموا نزلوا الحماصنة يشوفوا الحظر تبع التجول. هاي النكتة. محمد هنيدي، بدك رأيك بالنكتة ولا بعد اذنك؟ بحييه. ما نحن بدنا نترك السسبنس للآخر، بس بتحب تعطي الوجه هلا على راحتك. بحييه. اوكي. بحبك. سمايلي فيس من استاذ حسن. محمد هنيدي شو رأيك؟ والله يعني مبدئيا تحية لأهالينا في حمص طبعا العظيمة. هو في حاجة مميزة الحقيقة، ابتسامته. يعني لا بجد ابتسامته وشه، يعني عارفة إن شاء الله تفتح له طريق للضحك وللكوميديا. فأنا هديك الفيس ده علشان حمص وأهل حمص بس مش أكتر. 2 سمايلي فيسز. سيرين، بهمك رأيي ولا بس أكيد. بهمك رأيهم لأنه أكيد أنت الأساس. شكرا. شو سيرين أي وجه بتعطيه لأيمن؟ good luck يا أيمن. 3 سمايلي فيسز لأيمن. إذا بنرد الشامبر وهيك كيف لو لابس ثيابك؟ مبروك وبنشوفك بالمرحلة المقبلة. برافو أيمن. مشاهدينا بعد ثواني قليل كتير 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 وبسرعة رح نتعرف على مشترك جديد على مسرح ذا كوميدي نجم الكوميديا. مساء الخير. مساء الخير. أنا اسمي موريس داو، وأنا بحب الرياضة على أنواعها، خاصة الرياضة اللي فيها مجهود فردي وشخصي، بتطول العمر، بتقوي العالم، مثل الشطرنج مثلا، بتقوي أصابيع. بس في عندي شغلة بالفنون القتالية، طريقة معينة بتزعجني، ما بحبها أبدا. خي لما يحطوا هودي الأحجار بقدامكم الكبيرة وبتو يعملوا حركات غريبة، بقولوا لك كسرهم. حلو. ايه بك شي حبيبي؟ بدك تفوت على الحمام من هونيك. شو بك مزنوق؟ هلا برافو زعفولو كسرهم كلهم. بس حبيبي سؤال، هيدي الطريقة كيف فيك تستفيد منها إذا عملت مشكل بالشارع؟ شو بك مشكل؟ اوكي وقف ظبط وقفتك وقف. ما خفت؟ محمد الهنيدر تعب. ماما موريس داو
شكرا لك يا موريس، شكرا على أدائك الليلة. شفنا أداؤه لموريس. محمد شو رأيك؟ والله انا يعني مش عارف يعني هل الموقف ما كتبش كويس، فما بانش حاجه من موريس الحقيقه يعني. ف جود لك يا معلم. شكرا لك هنيدي. سيرين. أنا بأيد طبعا محمد هنيدي على اللي عم بيقوله، إنه أدائك التمثيلي مهضوم بس النص ما ساعد للحقيقة. فهيدا رأيي بالحقيقة. اوكي سيرين، شكرا على رأيك. استاذ حسن. 100 اللي قالته سيرين صح، واللي قاله هنيدي صح. احنا ما شفناش حاجة حقيقي. والله يا موريس لا سيبك من شويتين هتعمل لي كده يعني هي مش عاوزين حاجة تضحك. ما عملتش حاجة تضحك، ما قلتش حاجة تضحك. أنا آسف يا موريس، آسف حقيقي يعني. شكرا استاذ حسن. هنيدي حبيبتي شو رح تعطي لموريس؟ حبيبي كده بس ساد فيس. حبيبي سيرين. يعني سيرين عم بتصعب دايما اخذ القرار، وعم تترك لك اياه كمان مره استاذ حسن، تترك لك الخيار والقرار الاخير لحضرتك. حضرتك رح تحسم النتيجه، يا بيبقى يا بيفل موريس. والله على عيني يا موريس، انما ما اقدرش. تو ساد فيسز. تشرفنا موريس داو بمعرفتك، شكرا لك. مشاهدينا بعد البريك منكون مع مجموعة جديدة من المشتركين بحلقة الأوديشن الأولى. خليكن معنا ومع ذا كوميدي نجم الكوميديا. مشاهدينا ذا كوميدي نجم الكوميديا، برنامج خالي من الدموع، من الكوليسترول ومن التشنج، وهيدا يلي رح يأكد عليه المشترك التاسع معنا بأول حلقة من الأوديشن. المسرح بطوله وعرضه إلك. بقول لهم في البلاء ان متبت شان ده صاحبي، ايوه والله صاحبي وحبيبي. متبت شان في يوم من الايام دخل على ابوه يقول له مالك يا حاج، انت ما اتغديتش ولا ايه؟ ما اكلتش ولا ايه؟ تعبان ولا ايه؟ متبت شان بيقول له هبر ميرجاتي جو باري دغاري اند بيرغوت بارغي ميغالدور غالي ان دول بارزيرو. ابوه بيقول له والنبي يا ابني جايب لك كل حاجه، بس هو اللي بيشوفش، هو اللي نظره ضعف يا ابني. امه بتقول له ايه؟ يا خرابي يا ولدني، يا معلش يا ابني. ابوه نظر ضعف، فامه تقول له مين ده؟ بيكوري كده يعني ايه؟ نيبارو كده ايه؟ نيبار بيكوري كده يعني ايه؟ نيبارو بيباري كوري ايه؟ ما باردي كوبري. وابتدي عليه ربنا ياخده، وفعلا ربنا خده. فقام تابت شان بيغني على وفاه والده، فبيقول له Oh 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 me pora tutiri mari pori karucha اللي كده يابا. ده كانت دخلتي بعد جمعه، ردت حبيبته وقالت له ني بوري ميتا ني بوري بوري كوريتشا. خلاص يا حبيبي نأجلها الجمعه الجايه. رضا راضي. شو هالرضا؟ بدنا نشوف بس إذا لجنة التحكيم راضي عنك وعن أدائك. حاضر؟ نسمع التعليقات. منبلش. محمد هنيدي، شو رأيك بأدائه لرضا؟ أنا شايفه يعني تيب هندي جدا، ممكن يمثل في الأفلام الهندي. هو واضح إنه بيحب الأفلام الهندي والغنى الهندي، فممكن يجتهد في ده. تمام يا رضا، أنت فعلا غنيت هندي جميل جدا، حتى شكلك ولونك واللبس وبتاع. فجود لك بقى يا معلم. جود لك. استاذ حسن، شو رأيك باللي شفته على المسرح؟ والله يا رضا، هو يعني محمد قال لك الحقيقة.
يا ريت تركز شويه في اميتاب باتشان والهندي اللي انت قلته، لانك انت بتغني هندي كويس. انا ما اعرفش اذا كان الهندي اللي انت قلته ده ليه معنى ولا ملوش معنى، جايز بتشتمنا ما حدش فاهم حاجه. انما انت عملت الغنى الهندي كويس، انما ده بعيد خالص عن الكوميديا يا رضا. ما عملتش حاجه كوميدي اللي هي اساس البرنامج اللي احنا فيه. فانا اسف. شكرا استاذ حسن. سيرين شو رايك؟ رضا، يعني انت مفروض مطرح ما انت واقف تضحكني لدرجه ان تنزل دمعتي من الضحك. انا ما صار معي هيدا الشيء، بعتذر. اوكي، سمعنا الاراء، خلينا نشوف الوجوه. هنيدي عيني. اي وجه بدك تعطيه لرضا؟ حبيبي يا رضا. وجه حزين استاذ حسن. والله يروح قلبي. تو ساد فيسز. حسمت النتيجه وانما قلبك وديته واديت له. سيرين، النتيجه انحسمت وانما اكيد رايك مشان هيك مهم. انا ما رح اكسفك. شكرا رضا، ما حالفك الحظ ببرنامج ذا كوميدي. مشاهدينا، بمرحلة الأوديشن في صدمات إيجابية وصدمات سلبية وصدمات كهربائية، فمين رح يصدمنا دلوقتي؟ هاي سنتيا زيادة. هذا الشيء الوحيد اللي بعرفه عن حالي. ضايعة، ما بعرف شيء من شيء. قدمت على مس لبنان، قالوا لي أنت ناصحة. بعرف. قدمت على ملكة جمال البدينات، قالوا لي أنت ضعيفة. يس، بس شو بعمل؟ شو بعمل؟ بنطر ليصير في مس ميديوم وبقدم عليها؟ بتعرفوا احسن شيء بقدم على مستر لبنان، بس يا خوفي اذا قدمت يجوا يجبروني انه نفخ شفافي. على فكره انا اللي بيشوفني من بعيد بقول عني هبله، بس اللي بيشوفني عن قريب وبيعاشرني وبيتعرف علي اكثر بيتاكد. اوعى تفكروا شعراتي هن هيك، اوعى ولا امي توحمت على قوس قزح. بس انا ضايعه، مش عارفه حالي شو بعمل. اشقر، احمر، بنفتحي، مزركش الالوان، ما بعرف، مش عارفه حالي. الي طلب بس واحد، انا بفضل دايما اطلع من ميلة اليمين انا وفيلي، لانه برتاح بيجي الشمس لعندي. يمين ولا شمال؟ ما بعرف. سينتيا زيادة، شو هالسينتيا، أدائك كتير حلو. ثانك يو. وأنا أكيد من شغلة بدي أعطيكي عبطة كتير كبيرة. ثانك يو. لأنه بنبسط دايما وقت أشوف بنات عم بيعملوا دور كوميدي، هيدا بذكرني شوي بالبدايات يلي بلشت فيها، فجود لك. خلينا نسمع تعليقات لجنة التحكيم لنشوف إذا حبوا أدائك. سيرين. إن شاء الله. أنت مين؟ ما بعرف. شو بدك؟ مش عارفة. رح اقول لك باخر شيء من بعد ما نسمع هنيدي واكيد استاذ حسن حسني رايي، اوكي؟ بالسمايلي فيس اور ساد فيس. اوكي سيرين. هنيدي. يعني بصراحه مين اللي كاتب الموقف اللي حضرتك عملتيه؟ حضرتك ولا حد تاني؟ انت اللي كاتبه؟ برافو عليك، برافو عليك. شكرا. الموقف مكتوب حلو وهي عاملاه حلو وبتظبط الافيه. يعني قالت لما راح بيقولوا عليها هبله ولو حد بيعشرها سمعت ضحكتك لجوا. بالظبط، فبيتاكد. قلتيه حلو قوي، يعني زي ما بيقولوا رستقتي الافيه. رستقته، يعني عارفه. اوكي. هلا بنشوف اي وجه رح تعطيها لسينتيا. استاذ حسن، شو رايك باداء سينتيا على المسرح؟ عسلايه بونبونايه. بونبونايه.
شكرا. والله ضحكتيني من قلبي، والكاركتر اللي انت عاملاه 10/10. سمعنا آراء اللجنة، حاضرين تعطوا وجوه. سيرين. اوكي. ثانك يو. ساد فيس من سيرين. هنيدي. اكيد هنديها فرصه. ثانك يو. فنشوف. سمايلي فيس من هنيدي. تعادل. استاذ حسن، حضرتك رح تحسم النتيجة. والله لو عندي 2 سمايل فيس لادهم لك. ده شرف ليا. 2 سمايلي فيسز بيحسموا النتيجة، وبتنتقلي معنا سينتيا للمرحلة المقبلة. وإليكم المشترك التالي. اهلا ومرحبا بكم، معكم دكتور بينج الكيني. سوف نقدم لكم اليوم مشروب الساموراي. مشروب الساموراي صاحب النتائج السريعه. مشروب الساموراي تخسيس، تكبير، تفكير. مع مشروب الساموراي يو ويل فلاي. لو انت تخينه ومكعبره، مليانه ومبعجره ومضايقك قوي اللي ورا، جربي مشروب الساموراي وقولي لدهونك باي باي. مع مشروب الساموراي كولي وتغذي وانسي انك تخسي. انا دكتور بينج مخترع مشروب الساموراي. سوف اقدم لكم اليوم هذا المشروب السحري. لقد كان وزني يتعدى 170 كيلو متر مربع، ولكن بعد ان استخدمت مشروب الساموراي اصبحت بتلك الرشاقه واللياقه واللباقه. لو انت تعبانه ومش قادر، لو حاسس انك فعلا مش قادر وعندك مشكله في الباي او في التراي، جرب مشروب الساموراي. مشروب الساموراي صاحب النتائج السريعه. انا دكتور بينج لقد كنت اعاني من تساقط في الشعر، وايضا كانت تتساقط مني بعض الاشياء الاخرى، ولكن بعد ان اخترعت مشروب الساموراي اصبحت بتلك الطاقه. لقد ارتفع شاربي 15 سنتيمتر مكعب وقد انبت الشعر. مشروب الساموراي يو ويل نوت كراي. مع مشروب الساموراي يو ويل فلاي. ولدينا مفاجاه كبيره. مشروب الساموراي يصلح لتنظيف الارضيات. مشروب الساموراي يصلح لتنظيف الاسقف. مشروب الساموراي يصلح لاستخدام الاطفال فوق سن ال60. مع مشروب الساموراي يو ويل فلاي. ميزو يا ميزو. كوكي يا كوكي. ازيك يا ميزو؟ الحمد لله يا كوكي. يعني انا بشوفك رائع بالاعلانات. ربنا يخليك يا رب. انت بتشتغل ايه؟ بتعمل ايه؟ انا اداب فلسفه، انا لسه ما خلصتش بصراحه، في سنه رابعه. اها. فاضل لي سنه واخلص واشتغل ان شاء الله. يلا ان شاء الله. ان شاء الله باذنك يا رب. all the luck لإلك. يا رب يا رب. بدك نغني غنية كنا عم نغنيها بالكواليس انا وياك. بتاعت صباح؟ ايه؟ انا عارف النسخه الخليجي بتاعتها. كيف هي؟ يا هلا والله بهالطله، لكن الثانيه اللبناني شويه ضعيف يعني. اهلا بهالطله، اهلا بهالعين الكحله. انا ممكن اشتغل معاكي كده. سيرين، بدنا نبتدي معك ونسمع رايك بمحمد علي. كيفك محمد؟ الحمد لله. مشروب الساموراي. جيبي. انا عايز صندوق دلوقتي. ما في شك انه ادائك كان، وخاصه طريقه الحفظ ورا بعضهم، وكيف نوعت بين كوميدي ودراما، مع انه نحن ذا كوميدي اكيد كان حلو. حلو بيستاهل وجه حلو ولا وجه كشي؟ اذا اعطيتك وجه حلو واذا انتقلت معنا لمرحله ثانيه، بتوعدني انك تعمل شيء بيضحك اكثر؟ ال10 دول المصحف حاضر. يلا. سمايلي فيس من سيرين. حبيبي يا هنيدي. استاذ حسن، شو رايك؟ بص يا محمد، انت دمك خفيف. ربنا يخلي حضرتك. والله وضحكتني. يعني عملت تويست كده في المشروب بتاعك، ضحكني. ربنا يخليك. انه بيلمع مش عارف ايه وتشربه كمان وحكايه يعني. استاذي. المهم انت عندك استعداد ودمك خفيف، وزي ما قالت لك سيرين، هل توعدنا ان انت في اللي جاي تبقى كويس وتقدم حاجه كوميديا عشان نقدر نحكم عليك بجد؟ ان شاء الله ان شاء الله. خلاص يا عم، خد. وجه مبتسم ضمنت انتقالك للمرحله التاليه، ولكن اكيد بدنا نسمع راي هنيدي ونشوف اي وجه رح تعطي محمد. والله بص، هو محمد
عمل نقله في صوته كده وفي ادائه. ممثل جميل، ممكن يلعب اكتر من شخصيه حلوه قوي. على ادائه اي وجه بيستحق؟ ما خلاص حتى لو اديت له الاساتذه تمام. برضه عاوزين نشوف. تمام. شو بدك أكثر من هيك؟ ألف مبروك يا محمد، انتقالك بالمرحلة المقبلة ومشوفك بالبرايم الثالث. شكرا لوجودك معنا. بعد البريك مجموعة جديدة من المشتركين بالحلقة الأولى من ذا كوميدي نجم الكوميديا. فمين رح يجتاز الامتحان الأول بأول حلقة أوديشن؟ ومين رح يكون خارج دائرة المنافسة؟ لحظات للإعلان وراجعين. عندي وسط الشقة ووسط السيارة ووسط ولك والله فانوس جيت بوقتك. لا شو جابك هلا انت؟ قطشت لي الفنتورة. لا تاخذني سيد مارد، بس كنت مارد من هون وشفت الفانوس فقلت بحفه. بتحفه ايه؟ شو بدك هلا؟ قل لي خلصني. بين ما قلت لي شباك لباك. اف العمى شو قديم. ليش انت عامل له ابديت للفانوس؟ لك لا يا غشيم، هيدي الفيرجن الجديدة. شو اسمك؟ محسوبك محمد فوعاني. فوعاني وين؟ جنوب ولا بقاع؟ جنوب. كونين. لك يا اهلا بقى الكونين، يا اهلا بقى الكونين. كيفه محمود؟ بعده مختار؟ ولك ايه بعده. ورباب دخلك عادة حفلة؟ ولك ايه يا زلمه، وصار عندها ولدين رامز ورمزيه، ولو بتشوفوا هالرمزيه بتقول خالتها فوزيه خنتا منتا. يا زلمه بسطت بالخبريه. حبيبي يا خيي. شبك؟ قل لي هلا شو بدك؟ بدي 3 امنيات. ما بيطلع لك اكثر من وحده. طيب ماشي، بدي شويه مصاري اتبحبح فيهم شوي. ماشي يلا قول معي. لك قول مثلي. لك قول مثل ما انا بقول. يا شكلاي يا مكلاي. يا شكلاي يا ولا اقول لك ما بدي مصاري، بدي سياره، ولا اقول لك بدي شقه، ولا اقول لك خلصني بقى. بدك شقه ولا مصاري ولا سياره؟ فيني احذف اجابتين؟ فاذا مشاهدينا معنا محمد فوعاني من لبنان وصل لل 2000 ريال وبنطلب من الكمبيوتر يحذف له اجابتين. عم بتلعبني جورج رداح ولا؟ لا شو بدك خلصني؟ انا ما بدي شيء لإلي. انا مش عم فكر بحالي، انا عم فكر بالشعب اللبناني. بدنا رئيس جمهورية. كنت قايل لي بدك 3 امنيات ما هيك؟ 3؟ ايه فيها؟ اكيد ولو. طيب ماشي، حل لي ازمه الكهرباء والمي وزباله. نعم. بوس ايدك رجعني على الفانوس. لك بوس ايدك رجعني على الفانوس. بدي ارجع على الفانوس. لك وين رحت؟ انا ما صدقت اني لقيتك. أهلا بمحمد وعلي. من وين انتو؟ من الجنوب. من وين من الجنوب؟ أنا من الجنوب. هو شوية وأنا كونين. وأنا جزين. كيفه محمود؟ خلينا نشوف أعضاء لجنة التحكيم إذا حبوا هالمشهد التمثيلي اللي أديتوه. ببتدي مع هنيدي. مساء الخير. مساء الفل. لا دمهم خفيف جدا الحقيقة، وعاملين مشهد جميل وفاهمين بعض ورايقين، وبجد أنا هصوت من الأول. أول سمايلي فيس من هنيدي. سيرين. أنا بدي أحييكم وبدي أحيي الشعب اللبناني يلي وصل صوته من خلالكم بطريقة كوميدية ساخرة لدرجة إنه دمع عيوني، وكتار إنه فعلا نحن صار بدنا فانوس سحري ليحل لنا مشكلتنا. سمايلي فيس لأنه أكيد تستاهلوا. 2 سمايلي فيسز أكيد ضمنتوا الانتقال للمرحلة المقبلة. ولكن أستاذ حسن شو رأيك بهالأداء التمثيلي اللي شفته؟ حلوين. تسلم. والله الفوقاني والتحتاني حلوين. والله الاثنين احلى من بعض. تسلم. ومتمكنين وواثقين وعارفين ازاي يقولوا الافيه ويوصلوه صح. ما شاء الله عليكم. تسلم. بحييكم. الله يطول عمرك. برافو.
ألف مبروك الانتقال للمرحلة المقبلة. انتوا أول ثنائي بالبرنامج، حضروا حالكم كتير منيح للمرحلة المقبلة، وبشوفكم بالبرايم الثالث. يلا باي. وهلا بننتقل للمشترك التالي. مساء الخير. احنا للاسف كشعب بنحب الفتي جدا جدا جدا. نادرا لما تسال حد على حاجه ويقول لك ما اعرفش. انا اخر مره كنت في القاهره وانا اصلا من اسكندريه، فالمفروض كنت رايح عنوان معين مكتوب معايا في ورقه، فالمهم يعني اتعشمت في مواطن مصري معدي، قلت اوقف اساله. رحت داخل عليه قلت له لو سمحت ممكن تقولي العنوان دوت فين بس؟ راح بص فيه كده، هو قال لك فين؟ قلت له ما لو كان قال لي ما كنتش سالت حضرتك. قال لي تصدق صح. راح بص فيه تاني كده، قال لي طب هو قال لك قبل البنزيمه ولا بعد البنزيمه؟ قلت له ما انا مش عارف البنزيمه فين اصلا حضرتك، انا تايه. سيبك من كل دوت، المشكله ان الفتشي لما يبقى في حاجه طبيه تروح على الدكتور الصيدلي، وخاصه في المناطق الشعبيه، فتلاقي واحد داخل له كده يقول له انما دكتور من 4 سنين انت اديتني برشامه بني في بيج ريحتني قوي، فهو هيفتكر من 4 سنين برشامه بني في بيج. فالدكتور يقول له طب اسم الدواء ايه؟ يقول له بص هو كان في بي او ال خير لما اجعله خير اخره زد. هو بيفسر لك حلم يا جدع. انت المفروض بتخش له برشته وتقول له انا عايز كذا. الفكره اللي انا كنت عايز اتكلم فيها هو ايه المشكله لو احنا قلنا ما نعرفش؟ انت مش هتبقى ناقص حاجه، الكمال لله وحده. احنا كلنا في الدنيا دي زي البازل، حته زايده وحته ناقصه بنكمل بعض. مفيش مشكله لو قلت ما اعرفش. ليه ما بنهتمش بالصحه؟ يعني ليه لما يكون عندك وجع بسيط ما تروحش للدكتور؟ ايه الفكره اللي انت تستعين بحد او تروح لصيدلي؟ يا ريت يا جماعه نهتم بالتشيك اب، يا ريت نهتم بالصحه كويس. الصحه دي نعمه من ربنا، يا ريت نهتم بيها اكتر. شكرا. الحمد لله على سلامتك يا احمد عبدو. خلينا نستمع الى اراء لجنه التحكيم. بنبتدي مع مين بدك نبتدي؟ مع استاذ حسن، شو رايك؟ يعني اللجنه تشوفه. استاذ حسن. مساء الخير يا احمد. مساء النور استاذ حسن. ازيك؟ تمام الحمد لله. مش عاوز تروح الصيدليه؟ لا مش عايز. اكيد؟ لا مش عايز. طيب يا حبيبي. احمد انا ما شفتش حاجه ضحكتني بصراحه، ما تمام. تزعلش مني. أوكي. يعني انت راجل بتحكي مواضيع حتى اقرب للسياسه مش للكوميديا. تمام. حاجه غريبه يعني. اوكي. معلش يا احمد انا اسف مش هقدر. لا ولا مش حضرتك حسن. ماشي يا حبيبي. تمام. اول وجه حزين من استاذ حسن. سيرين. ما ضحكتنا، يعني ما صار في اي شيء له علاقه بالضحك، مع انه في رساله واضحه كانت بالنهايه، انه مثل كانك عم بتوجه للناس انه ما يفتوا. اوكي، بس انا بدي اعتذر منك لانه بالحقيقه ما كثير ضحكنا. سيرين ايضا ساد فيس. محمد هنيدي، كثير من الاوقات حكينا انه الوقت اوقات بيظلم الممثل. اكيد شو رايك؟ كان في وقت كافي كان في وقت، كان في وقت طبعا. فانا مش عايزك تزعل والنبي يا احمد، وحياة ابوك. حبيبي حماد، حبيبي حماد. شكرا. انا هديك واحده كده بس، انا عارف انها مش هروح بيها البيت برضه منظرها يعني. الله يخليك. حاجه تبقى استاذ محمد اداني سمايل يا بابا. حبيبي حماد، حبيبي. سمايلي فيس من محمد هنيدي. شكرا لك احمد. شكرا لك. اكيد المشتركين كلهم عم يستفيدوا من ارائكم. هلا رح ننتقل لمشترك جديد.
قلتي لا الشراب اللي انا قلت لك تخيطيه ما لحقتش اخيطه. اعمل ايه يعني؟ اغسل ولا اطبخ ولا اعمل ايه؟ خلاص يا حبيبتي. طب انا دلوقتي عاوز انزل الشغل اعمل ايه؟ البسه يا حبيبتي. البسه ازاي؟ البسه ازاي بس؟ والناس يعني الناس هتخش لك جوه الجزمه. طب يا حبيبتي خلاص، اصل انا بصلي فهيشوفوه. ما تصليش النهارده. خلاص يا حبيبتي. طب انت عايزه حاجه من تحت؟ عايزك قرد اتنين خد سكيت الزباله وانت نازل. استغفر الله العظيم يا رب، ايه الوليه دي؟ تفضل محمود ناجي. انت من اي منطقه من مصر؟ انا من الجيزه. من الجيزه. أيوة. هوايتك الرقص، خبروني. هي نوع من الرقص؟ يعني صلصه، تانجو، بريك دانس، هيب هوب. تفرجينا شي رقصه من بعد ما نسمع النتيجه اذا كانت حلوه. ماشي. اوكي، جاهز؟ انا جاهز. اوكي، استاذ حسن شو رايك؟ منين من الجيزه محمود؟ انا من شارع برود. نفسه؟ شارع مراد؟ عند عمر افندي. وتعرف مراد؟ لا يا ريت تعرف. محمود انت دم خفيف والله، وعجبتني قوي فكره الشخصيتين اللي انت عملتهم عن طريق الجزمه. شكرا. يعني الجزمه الفرده الرجالي تخليك راجل، والفرده الحريمي بتقلبك ست، صح؟ ايوه صح. مش ده اللي كنت عاوزه؟ أيوة. وصلت الفكره، وبرافو عليك، خيالك حلو وواسع ودمك خفيف، وانا بحييك. اول سمايلي فيس لمحمود. سيرين. محمود، أنا طبعا بوافق رأي أستاذ حسن حسني بالموضوع الشوز، اللبس مزبوط، بس لأنه ما وصلني المشهد مثل ما لازم. بدي أعتذر محمود. سمايلي فيس، ساد فيس، شو يعني؟ يعني يعني اضحك وازعل بقى. اضحك وازعل، ولكن محمد هنيدي هو رح يحسم النتيجة، يا بتضحك يا بتزعل. محمد هنيدي شو رأيك بأدائه لمحمود؟ بصراحة حودة انت عامل مجهود وهايل وكل حاجة واكيد تعبت. بدنا نحن يا ساد فيس يا سمايلي فيس. أعصابنا بالأرض، رح جن أنا. وانا هجن والله. شو أنقذك محمد هنيدي يا محمود، ألف مبروك. برافو محمود، برافو، ومبروك الانتقال للمرحلة المقبلة. برافو محمود. تفضل انضم لزملائك ونحن بنشوفك بالبرايم الثالث. زقفة كتير كبيرة يا محمود. هي تعالى عاوزين نشوف الرقصة. محمود استاذ حسن بده يشوف الرقصة، وعدناه فيها. ما بعرف إذا المخرج فيه يحط لنا الموسيقى مرة ايوه ثانية. عاوز اشوف الرقصة، يسحب الفيس بتاعي. محمود بس سوري، انا بدي اقول لك محمود حرام عليك عن جد. يعني انت قادر تعمل اللي انت عملته ده، وليه ما عملتوش من الاول؟ المرة الجاي ما هيك محمود؟ يلا جود لك لإلك، حضر حالك كتير منيح للبرايم الثالث. مشاهدينا وبسرعة بننتقل للمشترك الأخير.
مساء الخير واهلا وسهلا بكم على شاشة الMTV. مني ومن الإخراج ومن الإنتاج نمسيكم في الخير. لا للسياسة ونعم للفن، فننتقل حاليا للفنانة أصالة نصري من سوريا. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم، يخرب بيتكم شو حلوين. اللي يجيب لك سيرتي تقول له اسألني على جديدك. هي شكرا جزيلا للفنانة المهضومة أصالة نصري. والآن ننتقل حاليا للفنانة نجوى كرم. لك من الجمهور. لا ما في، أنا ما في، أنا ما في، أنا ما في حبك أكثر من عيني. شكرا جزيلا للفنانة نجوى كرم. والآن ننتقل حاليا إلى مصر أم الدنيا للفنانة أمينة. يا عم يا بتاع الحنطر يا محنطر، انا نفسي اركب الحنطر واتحنطر. شيل اركب الحنطر منصور. أنا عجبني أدائك، بس أنا لا بقدم ولا بأخر بإعطاء النتيجة. أكيد القرار لأعضاء لجنة التحكيم. أول شيء خليني أسألك قد إيه عمرك؟ بنعرف إن عمرك 19 سنة. 19 سنة صح. وقد إيه وزنك؟ 99. قبل الحلقة ولا بعد الحلقة؟ هلا صار شي 90. كان على أعصابه بالكواليس. طبعا يا هنيدي طبعا. إيه رأيك بالأداء يلي شفته؟ لا الياس لا دمه خفيف، وهو داخل مركز عارف هيعمل ايه، ووشه بيعمل كذا رياكشن دمه خفيف وفي طاقة كده الحقيقة ولذيذ كده. يعني أنا حسيت إن عارفة وضحكنا. جميل يا الياس جميل. سيرين أنا بس بدي أقول إنه أنت كتير مهضوم، بس بدي أطلب منك بحال انتقلت للمرحلة الثانية إنك تعمل كاركتر جديد، يعني تضحكنا فيه مش تقلد حدا. جود لك. ميرسي كتير. شكرا سيرين. أستاذ حسن. أنا حبيتك يا الياس والله. أنت جميل وروحك خفيفة. شكرا. ودمك خفيف قوي، وأنا بحييك، وإن شاء الله في اللي جاي هتبقى أحسن من كده كتير إن شاء الله. شكرا لك أستاذ حسن. هنيدي بدنا نشوف أي وجه رح تعطيه لإلياس. انت وعدتنا ان انت هتشتغل في حاجات احسن الفترة الجاية صح؟ يلا جود لك. سمايلي فيس أول سيرين. تستاهل. سمايلي فيس آخر من سيرين. مبروك 2 سمايلي فيسز بتضمن انتقالك للمرحلة التالية. وإنما أكيد من الأستاذ حسن دايما الوجه شو ما كان مبتسم أو حزين له أهمية ومهم. ماشي الياس تحت أمرك. مبروك الياس، حضر حالك للمرحلة المقبلة. شكرا لك. شكرا. مبروك للياس ولكل المشتركين المنتقلين للمرحلة الجديدة يلي بتبدأ بعد أسبوعين. سهرتنا الأولى انتهت، موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل بحلقة الأوديشن الثانية مع مجموعة جديدة من المواهب الكوميدية العربية. تختار اللجنة الأفضل منهم، والتوب أوف ذا توب بيكملوا معنا على مسرح ذا كوميدي نجم الكوميديا. بتمنى لكم بقية سهرة لطيفة وإلى اللقاء.